اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في اتم صحه واحسن حال. انا بعمل ايه فوق ومتشعلقه ليه كده يا ام جنه؟ بصوا بقى، انا هشيل الستاره دي دلوقتي وهشيل الدرابيه بتاعها ده كله، الستاير مش الستاير بس، كمان الدرابيه بتاعها ده اللي فوق ده كله، الشكل كله، وهحط ستاره تانية خالص. هنشتي بقى يا جماعه، الستاير دي خفيفه والجو ابتدى يسقع واحنا عندنا شقتنا برد جدا، فهنبتدي بقى نشتي الشقه زي ما احنا شتينا، هنشتي للشقه. هعمل ايه بقى؟ هشيل بقى كل الستاره دي وهبتدي بقى ازعف زي ما انتوا شايفين كده. هو تنظيفة الشتاء، التنظيف ما بيخلص، مش شتاء وصيف يا جماعه، والله على طول احنا قاعدين بننظف، بالذات بقى اللي ساكن على العمومي ومجرب زي كده، عارفين ان التراب بيغرق الشقه. لو قعدتي اسبوع بس تلاقي الشقه بقت تراب، اكنك قاعده بقالك سنه مثلا ما عملتيش فيها حاجه. بس انا كده زعفت الشقه، الريسبشن كله يعني. طبعا انا عملت معاكم الفيديو هنا بقى، صبنت البلكونه بس الشمس كانت ضاربه قوي، ففي التصوير ما كانتش ظاهره. بعد ما عملت البلكونه بص اهو، صبنت البلكونه الصغيرونه دي، البلكونه الصغنونه. بصوا بقى منظر الريسبشن بعد ما شلت الستاير كلها، بقت الشقه ما فيهاش جنة. هنا بقى يوم تاني انا كنت رايحه اودي جنة المدرسه، بعد ما وديتها المدرسه جيت بقى اعمل ايه؟ النيش. تمام كده معايا كده؟ اوعوا تتوهوا. طب صلوا على الرسول بقى عليه الصلاه والسلام. ولو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو اللي ما اشتركتش معانا، كبروا عيلتنا، يلا انزلي اشتركي دلوقتي ودوسي على الجرس عشان كل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه وتشوفي اول ما ينزل الفيديو. وكمان الفيديو الجاي بقى ده فيديو نشاط وفيديو تحميس ان احنا ننظف شقتنا. يلا قومي لو بتتفرجي عليا، قومي كده شغلي الفيديو وتنشطي كده واشتغلي بقى واعملي. لو انتي قاعده كده كسلانه ولا مش قادره تعملي، تنشطي كده تتفرجي، ده فيديو نشاط وفيديو تحميس. هنا طبعا انا كنت غسلت الانتريه، ومش كل حاجه بقى بصورها عشان الفيديو ما يطولش هيبقى طويل. غسلت الانتريه وشلت الستاير وركبت الستاير الجديده دي اللي هي الحمراء، مش جديده، هي عندي من الاول بس دي الشتوي يعني. والانتريه دلوقتي نشف ونشر وفرشت السجاجيد. بس النهارده بقى بعمل روتين جديد، النهارده بقى هعمل النيش. فطبعا انا فرشه السجاجيد فشلتها، الاول كنستها هي نضيفه، السجاجيد التانية اللي انا كنت فرشاها راحت المغسل، اتغسلت في البيت، وانا وريتكم في الفيديو اللي فات ساعه ما البنوته جت غسلتهم لي في البيت، وعملت الروتين بتاع البلكونه. اللي ما اتفرجش على روتين البلكونه يتفرج، واللي ما اتفرجش برضو على ساعه ما كنا غسلنا السجاجيد وعملنا اوضه الاطفال. النهارده بقى بنعمل ايه معاكم؟ الريسبشن. بكنس السجاجيد كده وبعد كده هبرمها واشيلها، وهبتدي بقى اغسل في النيش طبعا عشان الارض هتتبل، وخايف السجاجيد لسه طبعا مفروشه نظيفه فشلتها عشان ما تتبلش. كبروا عيلتنا بقى يا جماعه الصغنونه، واللي ما اشتركتش تشترك، تعمل تدوس على الاشتراك، في كلمه عندك كده في الشمال اسمها اشتراك، يا بالاحمر يا بالاسمر، دلوقتي تقريبا في التجديد بتاع اليوتيوب بقت بالاسمر. هتدوسي على كلمة اشتراك وتدوسي هيظهر لك جرس كده، هتدوسي على كلمة الكل اللي هو يعني اي فيديو هينزل هيجيلك اشعار بيه. هنا بلم السجاجيد بقى زي ما انتوا شايفين، كنستها بالمكنسة وببرمها وهشيلها، مش هفرشها دلوقتي ومش في الفيديو ده، في فيديو تاني بعد ده، بس مش هحرق السبرايز، في سبرايز معمول لكم. اللي متابعني طبعا انا بقالي 3 سنين، اللي متابعني من 3 سنين عارف الوقت ده انا بعمل فيه ايه، او السبرايز اللي انا هعملها هي ايه. المهم هلم السجاجيد كده اهوت وهشيلها، وهبتدي بقى ايه، هجيب ميه واقعد اعمل النيش. بصوا النيش بقى هوريكم التحفه اللي فيه، شايفين تراب ايه؟ واو يعني كل ده الضريبه بتاعت السكنه في الشارع العمومي، شايفين كل ده هنزله هغسله، وهلمع الازاز وهلمع الخشب، شفتوا في ثواني كله نزل اهو. انا بجيب بقى طبق فيه ميه وبريل او اريال زي ما انتي تحبي، وطبق تاني فيه ميه بس نضيفه، بتاخدي تغسلي بليفه كده نضيفه وتحطيه في الطبق اللي فيه ميه، وبعد كده بطلع على فوطه، وبعد كده بنشف بقى في فوطه تانية
اخيره يعني بعد ما يتصب. هنا كنت بوريكم ان انا واخده افضل متخصصه في البروتين. اللي عايزه تعمل بروتين تبقى تكلمني خلاص يا جماعه. كنت في ايفنت وادوني شهاده تكريم باني افضل متخصصه في البروتين، في عمل البروتين. صلى على الرسول، اوعوا تتوه مني، عليه افضل الصلاه والسلام. الصلاه على الرسول سبحانه وتعالى بتزود في الرزق، وبتدينا حسنات وبتكرمنا وبتخلينا يعني. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني واللي نفسها ان شاء الله ربنا يرضيها تصلي كتير 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 طول ما هي قاعدة تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش ذكر الله والصلاة على الرسول، فيهم مكسب كتير جدا 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 يا جماعة. اللي عايزة ربنا يرضيها بالخلفة، اللي عايزة ربنا يرزقها بالرزق، اللي بالمال، اللي عايزه ربنا يقدلها حاجتها، طول ما هي قاعده تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانتي ماشيه وانتي في المطبخ وانتي واقفه. انا طول ما انا ببقى الحمد لله والشكر لله بشتغل بشغلك كده قران وبتستمعي ليه، يا بتاخدي حسنات وبتاخدي اجر، وكمان بتحسي كده ان الطاقه السلبيه طلعت من بيتك وانتي مفتحه الشبابيك ومشغله قران وشغاله. حتى لو انتي مش قادرة تعملي حاجة، سبحان الله بيديكي طاقة. القرآن، تشغيل القرآن في البيت بيديكي طاقة إيجابية، وفتح الشبابيك كده ودخول الشمس بيطلع لك الطاقة السلبية ويدخل الطاقة الإيجابية. هنا لمعت الإزاز بملمع الإزاز، ولمعت الخشب بالمولار. أنا كنت بستعمل بليدج، بس بصراحة المولار طلع تحفة. النهاردة الراجل قال لي يعني انتي جربيه، بس غيرت بقى. كنت جاية بليدج عندي خلص فبجيب غيره، قال لي جربي ده. وبكام؟ ب25. البليدج ب30 وده ب25. هو اوفر 5 جنيه بس يعني. بس هو ايه، حلو بصراحة، عجبني تنظيفه حلو. عملت بيه الخشب كله بتاع النيش والكراسي والسفرة، لمعتها طبعا عشان المية يعني غلط على الخشب يا جماعة. ما تلمعوش بمية، بالبليدج او بفوطة ناشفة من غير مية. هنا طبعا خلصت الازاز، لمعته كله 3 طرف بتوع النيش، وبعد كده دخلت بقى في الخشب. بعد ما بلمعه من جوه ومن بره ببتدي بقى. طبعا انا خدت المفارش بتاعته، اول حاجة خدتها وغسلتها، خدتها دورة صغنونة كده. كل المفارش اللي عندي مع المفارش بتاعة النيش خدت دورة صغنونة، عشان خاطر لما عبال ما لمعت بيكونوا نشفوا، بيكونوا اتغسلوا ونشفوا كمان، لان هما بيطلعوا من الغسالة نضاف وناشفين، يا دوبك يعني يتهووا بس. وده اللي حصل. هو اهم من الشغل يا جماعة ان انتي ترتبي شغلك، ان انتي هتعملي ايه قبل ايه او ايه بعد ايه، مش كله يبقى اهو. بصوا انا حطاهم فين، على السور في الشمس 10 دقايق بالظبط، وخدتهم وهفرش بقى النيش بتاعي. يعني الاول بشيل المفارش واشيل الحاجة اللي في النيش واحطها في مية، في بريل او في اريال زي ما تحبي بقى اللي عندك استخدميه يعني. وبغسل الحاجة وبحطها تتصفى، باخد المفارش بعد ما خدت طبعا الحاجة اللي في النيش بحطها تتغسل وبطلعها تنشف 10 دقايق بس يا دوبك في الشمس. وبعد كده اجيب بقى الحاجة لمعها وارد ابتدي بقى ارصص في النيش. طبعا انا النهاردة ربنا يخليها لي يا رب ويخلينا لبعض. اختي ساعدتني، هي كانت بتغسل في الحاجة وانا بقى بلمع في النيش، وهي قاعده كده قالت لي تعالي ما اساعدك بقى. قلت لها خلاص سيبيه، قالت لي لا انا هساعدك، هاتيهم انا اغسلهم وانا قاعده، وانتي ايه لمعي انتي النيش ورصي انتي. ربنا يخليها لي ويا رب يا رب يا رب كده كل اللي عنده اخت حنينه ربنا يبارك فيها، وربنا يخليكم لبعض جميعا، وخليكم حنينين على بعض، وخليكم مع بعض ايد واحده. خلي الاخوات كده يساعدوا بعض، اللي فاضي يسد مع اللي مش فاضي والتعبان السليم يساعده. مش بتتعب يا جماعة والله. التعب مش في العمايل، التعب في قلة التقدير بصراحة. ما كان العبد في عون اخيه كان الله في عون العبد. هنا بقى هبتدي ارص بقى ايه، طقم. الطقم عندي الابيض
والطقم الاسمر برضو، كل واحد في رف. غسلته كله زي ما انتوا شايفين كده، اتشطفوا وتصفوا وبعدين اتنشفوا. وابتدي بقى رصرص كل حاجة بقى في ايه، في مكانها. طبعا اللي في النيش دوت كتير قوي مننا ما بيستعملش اللي في النيش، لكن انا لا، انا بستعمله على فكرة يعني. كل اللي في النيش كل ما بحتاج حاجة بطلعها استخدمها. اصل احنا مش جايبينه يا جماعة للزينة بس يعني، هو فكرة فاشلة على فكرة النيش دوت، يعني ان هو ناس كتيرة جدا بتبقى قاعدة الحاجة بالسنة كده في قلب النيش ومطلعوش منها حاجة. لا، استمتعوا بحاجاتكم وطلعوها. الفناجيل القهوة دي بنشرب فيها قهوة، الشاي بنشرب فيها شاي، الطقم ذات نفسه بطلعه بناكل فيه. احنا هناخد الحاجة هنركنها، حرام اساسا يعني. الحاجة اللي انتي ما تستخدميهاش وتركنيها بتبقي حرام ان انتي اشتريتيها اساسا. بس خلصت كده اهوت. حطيت بقى السرافيس بتاعته من ورا. انا وريتكم الرصة، هو يعني كل واحد بقى وليه طريقة وكل شيخ وليه طريقة. انا بوريكم طريقتي يعني. انا حطيت فناجيل الشاي الاول وبعدين فناجيل القهوة، وحطيت طقم الشاي واللبانة والسكرية والبراد في الوش كده. وده الشوربة بتاعت الشوربة. بعد كده بقى ايه، هنزل على الطقم التاني. طلعت فوق بقى عشان الكاسات، هحط الكاسات وكوبايات. اوعوا توه مني، فين الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في سبرايز بقى هعملها لكم الفيديو القادم. بصوا خلصت النيش، ايه رأيكم في منت؟ خد هنا بقى في الوقت ده. انا كانت الترابيزه في النص، اللي لو كنتوا خدتين بالكم والستاير اهي غيرتها، كانت خفيفه وركبت اللي هي التقيله. لو تشوفوا الفيديو من اوله هتعرفوا الفيديو اللي فات. هنا بقى كانت الانسه جنة جت ونزلت اجيبها من الباص، اتصل عليا نزلت اجيبها من الباص. وكنت انا كده خلصت النيش وروقت حواليه. بس مش هفرش سجاجيد النهارده، الفيديو الجاي وهقول لكم هيبقى فيه ايه. انتوا طبعا لما المتابعيني عارفيني من زمان هو في ايه عندي، ايه هيحصل. زي اليومين دول كنت بعمل ايه، اللي متابعيني بقى من سنين عارفين انا هعمل ايه. الفيديو القادم ان شاء الله هيبقى فيديو سبرايز. واللي ما اشتركتش في قناتنا اشتركي وفعلي الجرس عشان تشوفي اول ما يجيلك اشعار الفيديو الجديد.